للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع، ومد الظهر فيه، وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين، ورفع البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.